أهلا بكم. في استفزاز مباشر للوحدة الترابية للمملكة، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس الخميس بمناسبة حلوله ضيفاً على قنوات تلفزيونية فرنسية خريطة تتضمن المغرب مفصولاً عن أقاليمه الجنوبية، مثيراً بذلك جدلاً كبيراً، خاصة أن الأمر سبق أن تكرر في أكتوبر الماضي، حيث جرى عرض خريطة مشابهة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إبان استقباله نظيرته الإيطالية. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يتحدث عن الوضع في الشرق الأوسط هم بعرض خريطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام شاشات الكاميرا، وقال: انظر، هذه خريطة العالم العربي باللون الأخضر، وإسرائيل هي هذه النقطة الصغيرة باللون الأحمر، وباللون الأسود إيران التي تريد أن تغزو كل الشرق الأوسط ثم تهاجم أوروبا ومعها فرنسا، قبل أن يضيف أن الشيء الوحيد الذي يمنعها من ذلك هي إسرائيل التي صنعت السلام مع مجموعة من الدول العربية، فبعد مصر والأردن أقمنا السلام مع المغرب والسودان والبحرين، ونريد توسيع هذا السلام فيما تريد إيران العكس. وفي وقت أثارت الواقع مجموعة من التساؤلات حول المواقف الحقيقة لتل أبيب من قضية الصحراء التي سبق أن اعترفت بمغربيتها، برر أوفير فليك المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأمر في تصريح بالقول إن ظهور هذه الخريطة كان خطأ مؤسفاً، مضيفاً أن الحكومة اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء في سياق اتفاقيات أبراهام التاريخية، ووفقاً لذلك تم تصحيح كل الخرائط الرسمية في مكتب رئيس الوزراء بما فيها تلك التي عرضت خلال المقابلة الصحفية، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور في صفحته على منصة إكس. وأوضح فليك أن إسرائيل ستظل ملتزمة بهذا الموقف وبفتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو التبرير نفسه الذي تبناه أمير أوحانا رئيس الكنيست الإسرائيلي، الذي قال بدوره في التصريح إن الأمر كان مجرد خطأ، إذ لا يوجد أي تغيير على الإطلاق في الموقف الإسرائيلي تجاه قضية الصحراء المغربية بتعبيره.